الانتقال للجامعة، انتقال جديد وأزمة جديدة. الجامعة هي المكان اللي كل الولاد اللي كانوا أذكى ناس في مدرستهم بيتجمعوا فيه. النهاردة اللي كان ملك الفصل في ثانوي فجأة بقى عادي جدا وسط ملوك تانيين، ومفيش مكان بتحس فيه فعلا بالقلق من فقدان المكانة زي ما بتحسه في كليات الطب. فاكر الدراسة اللي اتكلمنا عنها قبل كده عن طلبة الجامعة اللي داخلين أول كورس كيمياء؟ الكورس ده هو اللي هيحدد هتدخل برنامج طب ولا لأ. وكل الناس عارفة إن الطلبة بيعملوا المستحيل عشان ينجحوا فيه. في أول الترم إحنا قسنا نوع التفكير عند الطلبة وتابعناهم على مدار الكورس وراقبنا درجاتهم وسألناهم عن طرق المذاكرة اللي بيستخدموها، والنتيجة كانت إيه؟ تاني، الطلبة اللي عندهم عقلية النمو جابوا أعلى الدرجات. حتى لو جابوا درجة وحشة في امتحان كانوا بيرجعوا يلموا نفسهم ويجيبوا أعلى في الامتحان اللي بعده. أما الطلبة بعقلية ثابتة لو وقعوا مرة غالبا ما يعرفوش يرجعوا تاني. في الكورس ده كل الناس كانت بتذاكر، بس فيه فرق كبير بين طرق المذاكرة. ناس كتير بتذاكر كده، تقرأ الكتاب والنوتس، ولو الموضوع صعب تعيده تاني أو يحاولوا يحفظوا كل كلمة زي المكنسة الكهربائية. ده بالظبط اللي كانوا بيعملوه أصحاب العقلية الثابتة، ولو سقطوا يقولوا واضح إن الكيمياء دي مش مجالي، أنا عملت كل اللي أقدر عليه، مش كده؟ بس الحقيقة لأ، مفيش حاجة اسمها عملت كل حاجة. ولو شافوا اللي أصحاب العقلية النمو بيعملوه كانوا هيتصدموا. وأنا كمان لما بشوف مجهودهم ببقى منبهر. طلبة عقلية النمو كانوا ماسكين زمام أمورهم، ما كانوش بيحفظوا زي البغبغانات، لأ كانوا بيدوروا على المعاني اللي بتتكرر في المحاضرات والمفاهيم الأساسية، وكانوا بيراجعوا أخطائهم لحد ما يتأكدوا إن فهموها كويس. كانوا بيذاكروا علشان يتعلموا مش بس علشان ينجحوا، وعلشان كده جابوا درجات أحسن، مش علشان هم أذكى ولا عشان خلفيتهم العلمية أحسن، لأ، لما المادة بقت مملة أو صعبة ما زهقوش، قالوا حاجات زي مثلا أنا فضلت مهتم بالمادة، أو قالوا كنت إيجابي وأنا بذاكر كيمياء، وناس قالوا حفزت نفسي علشان أقدر أكمل. حتى لو الكتاب ممل أو الدكتور بيشرح بطريقة حادة ما كانوش بيسيبوا حماسهم يطير، بالعكس ده خلاهم يحفزوا نفسهم أكتر وأكتر. في واحدة من طالباتي بعتت لي إيميل بعد ما اتعلمت عن عقلية النمو، وحكيت لي الفرق في أسلوبها، وقالت لي قبل كده لما كان بيقابلني موضوع صعب كنت بقرأه وأعيده، بس بعد ما اتعلمت عقلية النمو بدأت أستخدم استراتيجيات أفضل واشتغلت فعلا. دكتورة دويك قالت لي لما هايدي المساعدة قالت لي نتيجتي معرفتش أعمل إيه، كنت بعيط من الفرحة. هايدي شافت بعينيها كنت حاسة إني كسبت اليانصيب، أو أنا فعلا حاسة كده، مش مصدقة إني جبت الدرجة دي، كنت متوقعة أنجح بالعافية. التشجيع اللي اديتهولي مش بس فادني في الامتحان، ده هيعيش معايا في الحياة كلها. أنا حاسة إني استحقيت الدرجة دي، بس ما كنتش لوحدي، انت مش بس بتعلمينا النظرية، انت بتعيشيها لنا وبتوريها لنا كمان. وقالت لي شكرا على الدرس العظيم ده، يمكن يكون أهم حاجة اتعلمتها في كولومبيا. وأيوة أنا هعمل كده قبل كل امتحان. شكرا جدا ليكي وليكي يا هايدي كمان، إن أنا مش هتوه تاني. جون قال لنا لأنهم بيفكروا بتفكير التعلم، الناس اللي عندهم عقلية النمو بيبقوا فاهمين إن في مليون طريقة للتعلم. الغريب إن طلبة الطب اللي عندهم عقلية ثابتة مستعدين يعملوا أي حاجة عشان ينجحوا، إلا إنهم يتحكموا في العملية نفسها. طيب هل إحنا اتولدنا متساويين؟ هل ده معناه إن أي حد عنده عقلية النمو هيبقى عبقري؟
هل كل الأطفال متساويين من البداية؟ خلينا نبدأ بالسؤال التاني. لأ، مش كل الأطفال هيبقوا زي بعض. إلين وينر في كتابها الأطفال الموهوبين وصفت أبقال عباقرة كأنهم من كوكب تاني. دول أطفال مولودين بقدرات غير عادية واهتمامات غريبة، وعندهم شغف غير طبيعي بالحاجة اللي بيحبوها، وبيفضلوا وراها لحد ما يبقوا مميزين جدا. واحد منهم كان اسمه مايكل. ده كان مدمن ألعاب فيها حروف وأرقام. كان بيخلي أهله يجاوبوا على مليون سؤال عنهم. اتكلم وقرأ وحل مسائل في سن بدري جدا. أمه بتحكي وهو عنده 4 شهور كان بيقول ماما وبابا، وهو عنده 10 شهور كان بيقرأ لافتات في السوبر ماركت قدام الناس، وكلهم كانوا فاكرين إن مامته بتحرك شفايفها وبتتكلم بداله. وأبوه كان بيحكي إن هو في سن 3 سنين كان مش بس بيحل مسائل جبر، لأ ده كان بيكتشف قوانين جبرية بنفسه. كل يوم أول ما أبوه بيرجع من الشغل مايكل يشده من إيده ناحية كتب الرياضة ويقوله يلا نذاكر يا بابا. أكيد مايكل اتولد بموهبة، بس أكتر حاجة مبهرة فيه كانت شغفه الرهيب بالتعلم والتحدي. أهله ما كانوش بيعرفوا يبعدوه عن الحاجات اللي بتحتاج مجهود، ونفس الكلام مع باقي العباقرة اللي اتكلمت عنهم. وينر قالت لنا الناس دايما بتعتقد إن الموهبة هي القدرة نفسها، لكن اللي فعلا بيغذي الموهبة هو الشغف المستمر والفضول وحب التحدي. حتى داروين، هل كانت عبقريته العلمية هي السبب في نجاحه؟ ولا هو اللي فضل يجمع عينات من أول ما كان طفل صغير بدون توقف؟ يعني هل كلنا ممكن ننجح؟ نرجع للسؤال الأول، هل كل الناس تقدر تنجح لو عندها الطريقة الصح في التفكير؟ هل لو دخلت أسوأ مدرسة ثانوي في بلدك تقدر تعلم الطلبة دول رياضيات بمستوى جامعة؟ لو قدرت يبقى في حاجة واضحة جدا، بالعقلية الصح وبالتعليم الصح الناس تقدر توصل لحاجات أكتر بكتير من اللي احنا متخيلينها. مدرسة جارفيلد في لوس أنجلوس كانت من أسوأ المدارس. الطلبة مش مهتمين والمدرسين محبطين جدا، بس جيمي اسكلانتي اللي اتعمل عنه فيلم ستاند اند ديليفر دخل يدرس لطلبة لاتينيين من أحياء شعبية مادة التفاضل والتكامل. كان عنده عقلية نمو، فسألهم وسأل الناس ازاي أعلمهم، ما قالش هم ينفع يتعلموا، وسأل ايه الطريقة اللي يتعلموا بيها أحسن، ما سألش ينفع يتعلموا أصلا ولا لأ. وما وقفش عند كده، هو وزميله بنجامين وصلوا بالطلبة دول لأعلى ترتيب على مستوى أمريكا في الرياضيات. في سنة 1987 ما كانش فيه غير 3 مدارس حكومية على مستوى أمريكا كلها كان عندها طلبة أكتر بيقدموا امتحان Advanced Placement Calculus. والمفاجأة إن المدرستين التانيين كانوا مدارس صفوة للعلوم والرياضة في نيويورك. مش بس كده، معظم طلبة جارفيلد جابوا درجات تؤهلهم ياخدوا بيها كريدت جامعي. وفي نفس السنة كان عدد الطلبة المكسيكيين الأمريكيين اللي نجحوا في الامتحان كان قليل جدا. يعني الخلاصة الكلام في نسبة ذكاء كبيرة جدا حوالينا بتضيع لأننا بنقلل من قدرات الناس ومن إمكانياتهم في إن هم يتطوروا.